ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله عامله لكم غدا تحفه وسريع جدا جدا، وكله في حله واحده، ما بياخدش يعني دبكه كده في المطبخ، وانت واقفه كده مش هياخد منك ساعه وتكوني عملتي احلى غدوه. حطيت هنا بقى حله على النار، وحطيت فيها معلقتين كده من السمنه، ونزلت عليها بقى حبهان، ورق لورا، مستكه، يعني ايه الحاجات اللي هي الجافه دي، الحصى، هتدينا طعم حلو قوي قوي. وبعد كده سخنتهم كويس جدا جدا، وجبت بقى لحمه كده مقطعاها قطع، وحطيت كمان عود من القرفه يديني تيست حلو قوي. هجيب بقى كده لحمه مقطعاها قطع، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، يعني حجم وسط، وابتدي انزل بيها بقى واشوحها مع التوابل والسمنه دي لغايه ما تاخد معايا لون حلو قوي كده. لو انت بقى جديده في القناه، اعملي لي اشتراك ودوسي على كلمه الكل وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت فعلا مشتركه بالفعل ما تنسيش اللايك وكمان كومنت حلو زي. هنبدا بقى كده نشوح اللحمه او نقلب اللحمه لغايه ما تاخد لون من جميع النواحي. انا عايزاها كده زي ما نكون بنحمر اللحمه، هتديني تيست فظيع، وان شاء الله الاكله دي هتعجبكم جدا جدا. هفضل بقى بعد كده بقى بعد ما تبتدي تتشوح معايا، انا كنت نسيت احط المستكه فحطيتها دلوقتي. هفضل برضو اقلب فيها شويه كمان، لسه مش هحط لها اي حاجه غير لما تاخد لون عن كده شويه. ممكن اغطيها واسيبها كمان شويه عشان انا عايزاها تبقى زي اللحمه المحمره، هتديني اهي. بصوا بدات ان هي تتحمر كده، انا عايزاها الدرجه دي كده كلها. هنا بقى مقطعه حبه بصل محترمين، انا عارفه ان البصل غالي بس معلش الاكله دي بتحتاج بصل كويس، يعني حوالي نص كيلو كده من البصل، مقطعاه شرايح او طرنشات او جوليان على حسب ما انتوا بتسموه، ونزلته كده على اللحمه. طب البصل ده مش كتير يا دودي على كميه اللحمه؟ لا خالص، هيدوب وهيديكي تسكيره حلوه قوي قوي في الاكل، وهتشوفي دلوقتي. كان بقى واحد كده فلفل من السبايسي ده بيخلي الاكله في حته تانية خالص. ممكن تستغني عن الفلفل الاخضر وتحطي هريسه لو انت حابه، بس انا بحب يعني تست الفلفل الاخضر في الوصفه دي قوي. قطعتهم كده طرنشات مع البصل، وهسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده مع بعضهم شويه. قلبتهم زي ما انتوا شايفين كده، واغطيهم شويه واسيبهم مع نفسهم. بس قلت احط لهم بقى التوابل كمان، دي حبه من البهارات السبعه. هقول لكم البهارات اللي انا بحب اعملها، يعني تشكيله كده في البرطمان ده. بحط ورق لورا، على حبهان، على كوبيبه صيني، على قرنفل، وبطحنهم، وكمان جوز الطيب، وبطحنهم طحنه حلوه قوي قوي، واحطها في البرطمان ده، بتبقى خلطه بالنسبه لي تحفه. هنا بقى حطيت كمان فلفل اسود مع حبه البهارات دول، وكمان بشره من جوز الطيب كده، ومش هحط اي حاجه تانية. هقلبهم تقليبه كده واسيبهم مع نفسهم شويه. بعد شويه كده اما البصل بدا يدبل، مقطعه طماطم مكعبات كده صغيره، نزلت بيها على طول. هفضل برضه اشوح فيها كده شويه، وكمان حطيت معلقه توم وكوبايتين من الميه، مش هحط اكتر من كده، واسيبهم بقى يستووا مع نفسهم كده لغايه ما اللحمه بتاعتي تدوب خالص. هغطيهم واسيبهم على بقى ما نعمل اي حاجه في المطبخ، ما مثلا كوبايتين في الحوض هغسلهم، اي حاجه ورايا هعملها، وحطيت لهم معلقتين صلصه بعزز اللون بتاعها مش اكتر. اقلبهم بقى التقليبه الحلوه دي، واسيبهم على النار لغايه ما ياخدوا ويدوا مع نفسهم، يغلوا كده شويه على النار العاليه، وبعد كده هدي عليهم النار. بعد ما يبقوا عقبال ما يستووا كده كمان، اكون انا عملت حاجه تانية، جبت كده صينيه او طاسه او اي حاجه، حطيت فيها معلقه سمنه على معلقه زيت، انا بحب كل الاكل بتاعي سمنه على زيت. احط كده بقى كمان حوالي نص كيلو من لسان العصفور، طبعا على حسب رغبتك وعلى حسب الكميه وعدد الافراد اللي عندك. هشوح بقى في لسان العصفور دي او احمر فيها لغايه ما تاخد لون جلد، بس انا مش عايزاه غامق، انا عايزاه لون ذهبي كده فاتح، يعني الدرجه دي بالنسبه لي حلوه قوي. هبتدي ان انا اشيلها من على النار على ما كمان هتاخد يعني تسويه الصينيه او الطاسه اللي هي فيها. هركنهم شويه. هنا بقى كان عندي اللحمه استوت، نزلت عليها بميه مغليه من الكتل عشان ما توقفليش السوا بتاع اللحمه. نزلت كده بميه مغليه وظبطت الملح بتاعها، واللحمه عندي استوت وبقت تحفه. طبعا انا محمره لسان العصفور، هبتدي بقى ان انا احط لسان العصفور على الكلام ده كله، وشموا بقى الريحه، الريحه رهيبه، ريحه حلوه جدا جدا. بصوا نزلت بقى بلسان العصفور زي ما انتم شايفين كده. ممكن بقى بعد المرحله دي ياخد غلوتين على النار، وعايزه تحطيه في طاجن في الفرن مفيش اي مشكله، بس انا ما حبيتش ان انا احطه في طاجن في الفرن. انا حبيت يعني الاكله بتاعتي كلها تبقى في حله واحده النهارده، مش عايزه اصب المواعين كتير. بصوا بقى بعد ما هديت النار خالص على لسان العصفور يتشرب كده بقى من الخلطه دي او من التسبيكه دي، وبدات بقى انا احط كده في الاطباق، مش قادره اقول لكم بقى طعمه فظيع خطير بجد، حلو جدا جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي.
هنا بقى بصوا بدأت ان انا احط في الاطباق كل واحد طبق باللحمه بتاعته. حاجه كده تحفه بجد تحفه. ممكن تاكليه بقى بالمعلقه، ممكن تاكليه بعيش كده محمص، بيبقى خطير بصراحه. طعمه حلو جدا وبينجز في الوقت جدا وما بياخدش دبكه في المطبخ وبيخلص بسرعه قوي، للناس اللي هي بتحب الاكلات السريعه والاكلات اللي هي مش بتاخد مواعين كتير. هنا بقى كنت خلصت، وكنت كمان عندي بتنجان مخلل كنت عاملاه قبليها، حطيته كده بقى. وكان غدانا النهارده حاجه بسيطه وسهله وسريعه زي ما انتم شايفين كده. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك وتشجعوني بكلمه حلوه منكم.